وقبل ما نبدا احداث الفيلم لازم نبقى فاهمين ايه هي الفكره بتاعته، ولازم نكون عارفين ان العلماء في المستقبل قدروا ان هم يعطلوا جين الشيخوخه عند البشر، وده معناه ان مبقاش في عواجيز على كوكب الارض وبقى عمر كل الناس ثابت وهو 25 سنه. وبنفهم ان الناس بعد تعديل الجين ده بقى في عداد في ايديهم وبيعد فيها عدد تنازلي عمرهم اللي بينقص، ولكن الفقراء بعد التعديل ده بيبقى فاضل في عمرهم سنه واحده بس، وبس الاغنياء هم اللي بيقدروا يشتروا وقت مقابل اي حاجه من ثرواتهم. وبنفهم كمان ان مبقاش في اي تعامل بفلوس، وان كل التعامل الماديه بقت بالوقت، والفقراء بيشتغلوا علشان يقدروا ان هم ياخدوا اي وقت زياده في عمرهم مقابل رواتب قليله، وبيكون الاغنياء بيستغلوهم. ويلا بينا نروح لحدث الفيلم. والفيلم بيبدا مع ويل، واللي بيكون صاحي من النوم وبيشوف ان في عداد على ايده، واللي بيكون فاضل في عمره يوم واحد بس وبيموت، وبيعرف ان النهارده عيد ميلاد امه ريتشل، وبيبداوا ان هم يحتفلوا بيه. وبعد كده بيبداوا يتكلموا في الديون اللي عليهم، وامه بيكون فاضل في عمرها 3 ايام بس، وده معناه ان هم مش هيقدروا ان هم يسدوا الديون في وقتها. وبتستعد ريتشل عشان تروح شغلها، وبتطلب من ويل بعد ما يقدر ان هو يخلص شغله ويجيب وقت علشان يسددوا بيه باقي ديونهم، انه يقابلها في ماما في الاتوبيسات علشان تاخد منه الوقت وتسد الديون. وويل بيطمنها بعد كده وبيروح شغله، وفي طريق شغله بيقابل بنت صغيره وبتكون فقيره، وبتقول له ان هي محتاجه دقيقه واحده بس من وقته، ولكنه بيبتسم لها وبياخد جهاز تخزين الوقت بتاعه وبيديها 5 دقايق، وبعد كده بيسيبها ويمشي. وبيوصل ويل للشغل بتاعه، وهناك بيقابل بورل صاحبه، وبيدخلوا الشغل وبنعرف ان هم شغالين في مصنع اجهزه تخزين الوقت، والقبض في اليوم ده بيكون ناقص، علشان كده مش بيقدر ويل ان هو يروح لامه ويسدد ديونها. وبالليل بيقدر ويل ان هو يخرج مع بورل ويروح يسهروا في الملهى، ولما بيدخل الملهى بيقابل ويل واحد صاحبه واللي بيكون بيلعب قمار، وبيطلب من ويل ان هو يجي يلعب معاهم، ولكن ويل بيرفض. وساعتها صاحبه بيقول له لو هترفض يبقى تديني الساعه اللي انا سلفتها لك قبل كده، وبيضطر ويل ان هو يديله الساعه من وقته، وبيكون متضايق جدا لان اليوم بتاعه كله خساير. وبيروح ويل بعدها لبورل وبيلاقيه انه بيشرب كتير جدا، وبيقول له ان انت كده بتضيع وقتك على الخمره، ولكنه بيعرفه ان في واحد غني موجود هنا في الملهى وعازم كل الناس على مشروب مجاني. وبيتكلم بورل مع ويل وبيقول له ان الراجل هو اللي عازمه، وبيكون على ايده اكتر من 100 سنه من الوقت، وبنستنتج من كده انه بيكون غني جدا. وبيلاحظ ويل ان في ناس بيراقبوا الراجل ده وبيروح علشان يحذروه، وبيعرف ان الراجل الغني ده اسمه هنري، وبيقول له امشي من هنا بسرعه لان في ناس بيراقبوك، ولكن هنري بيرفض النصيحه، وخصوصا اللي ما يعرفش ويل. وفجاه بتدخل عصابه مسلحه الملهى وكل الناس بيخافوا وبيهربوا، وبورل بيقول لويل ان هم لازم يمشوا بسرعه، ولكن ويل بيرفض وبيقول له امشي انت. وبنشوف رئيس العصابه المسلحه واللي دخلت البار، واللي بنعرف ان اسمه فورتس، وبيطلب من هنري ثروته، وبيقول لهنري لو انت مصمم تحافظ على ثروتك يبقى هتخاطر بحياتك لاني ممكن اقتلك. وساعتها هنري بيحس ان هو تعبان وبيطلب من العصابه انه يروح الحمام، وفورتس بيوافق، ولكنه بيبعت وراه واحد من رجالته علشان يراقبوه. وساعتها هو اللي بيكون مقرر ان هو يساعد هنري، وبيستخبى في الحمام وبيضرب الراجل بتاع فورتس، وبياخد هنري وبيهربوا من الملهى وبيدخلوا مبنى على طول وبيستخبوا. وفورتس ورجالته بيكونوا بيدوروا عليهم، ولكن فورتس بيقول لهم مش هنضيع وقت اكتر من كده، وانا خلاص بقيت عارف شكل الراجل اللي ساعد هنري. وبيبدا هنري وويل ان هم يتكلموا مع بعض، وهنري بيقول لويل ان هو عنده 150 سنه، وبيعرفوا كمان ان الاغنياء بيتعمدوا ان هم يصعبوا ظروف الحياه على الفقراء علشان يموتوا، لان مع كل موت حد فقير وقت الاغنياء بيزيد، وعلى الرغم ان في وقت كافي لكل الناس، ولكن البشر بتحب الطمع. وبيشتكي ان السنين الطويله اللي هو عاشها دي بتكون تعبته جدا، لانه بقى مرهق جدا ذهنيا وجسديا، وفعلا بقى محتاج ان هو يموت. وبيناموا اول ما نور النهار بيطلع، وبيصحى هنري قبل ويل، وبيقرر ان هو يدي لويل كل ثروته واللي بتكون معديه ال 100 سنه، وفعلا بيعمل كده وما بيسيبش لنفسه غير 5 دقايق، وبيخرج من البيت اللي كانوا هربانين فيه وبيروح على الجسر. وبيصحى ويل بيشوف وقت اللي بيكون زاد، وهو بيبص من الشباك، وساعتها بيشوف هنري وهو مبتسم وبيقع من على الجسر في الميه وبيموت لان وقته بيكون خلص. وبعدها بيروح ويل لصديقه بورل وبيحكي له على كل اللي حصل، وعلى طول بيديله وقت من ثروته الجديده. وبنشوف ريتشل وهي بتدفع يومين من وقتها علشان تسدد الديون، ومش بيفضل معاها غير دقايق لان ويل ابنها اتاخر عليها، وعلشان تقدر تقابل ويل في المكان اللي كانوا متفقين عليه بتروح علشان تركب الاتوبيس، ولكن الوقت اللي معاها ما بيكونش مكفي تذكره الاتوبيس، ومحدش بيرضى انه يديها ولو دقيقه واحده. وساعتها بتضطر ان هي تجري علشان تقابل ابنها، ولكنها للاسف مش بتلحق، ولما بيقابلها بيكون باقي في عمرها ثواني، ولكنه مش بيلحقها، وللاسف بتموت بين ايديه. وساعتها بيقرر ويل ان هو هيتغير وهيستغل الثروه الجديده دي في انه يغير حاجات كتير جدا موجوده في الدنيا. وبنعرف ان في مجموعه من الضباط اسمهم ضباط الوقت، ودول بيكون مهمتهم التحقيق في كل الجرائم، وطبعا مش محتاجين نقول ان هم مش بيهتموا غير بالجرائم اللي تخص الاغنياء وبس، وعلشان كده بيروحوا يخرجوا جثه هنري علشان يحققوا في موته. ولكن ريتشل اللي ماتت طبعا ولا
حد بيكون سأل فيها. وبنعرف ان الضابط المسؤول عن التحقيقات بيكون اسمه رايموند، ومعاه جاير واللي بيكون المساعد بتاعه. ورايموند بياخد باله ان الجسر اللي لقى جثتين اللي تحته عليه كاميرات. وتاني يوم بيقوم ويل من النوم وكانه شخص جديد جدا، وبيركب عربيه غاليه جدا وبيقرر ان هو يروح مدينه الاغنياء واللي بيكون اسمها نيو جرينتش. وبيدخل ويل المدينه وبيدفع تذكره دخولها واللي بتكون سنه من الوقت، وده بالنسبه له مش مشكله لانه معاه ثروه كبيره جدا من الوقت. وبنشوف بعدها الضابط جايجر وهو بيتكلم مع الضابط رايموند، واللي بيقولوا ان احنا فرغنا الكاميرات بتاعه الجسر وعرفنا ان ظهر عليها شخص اسمه ويل، والشخص ده سجل الدخول النهارده في مدينه الاغنياء، وده بيخلي عنده شكوك ان هو اللي قتل هنري. وبيروح ويل لفندق فخم جدا في مدينه نيو جرينتش وبيحجز جناح كامل، وبيشوف بنت اسمها سيلفيا وبتلفت نظره. وعلى الرغم من ان هو نايم على واحده من افخم السراير لكنه بيكون متاثر جدا بموت امه. وبيصحى تاني يوم وبينزل مطعم بتاع الفندق ويطلب اكل غالي جدا واللي بيكون اول مره يدوقه في حياته. وبيحاسب الجرسون وبيديها بقشيش وبيكون اسبوع من الوقت. وبنلاحظ ان الجرسون بتستغرب جدا وبتقول ان انت بتصرف غير كل الاغنياء الموجودين. وبيطلب منها ويل ملابس تليق بالسهره في الكازينو بتاع الفندق. وهناك بيقابل فيليب واللي بيكون واحد من الاغنياء جدا وبيلعبوا ضد بعض بوكر. وبيقدر ويل ان هو يهزمه وبيضاعف الثروه بتاعته من 100 سنه ل 1000 سنه. وفيليب بيلاحظ ان ويل بيبص على سيلفيا وبيكون معجب بيها، وساعتها بيساله ايه رايك في سيلفيا؟ وهل تفتكر ان دي بنتي ولا امي ولا جدتي؟ ده طبعا زي ما احنا فاهمين لان الناس كلها بقى عمرها ثابت عند ال 25 سنه. وساعتها ويل مش بيكون قادر انه يجاوب، ولكن فيليب بيقول له ان سيلفيا دي تكون بنته. وفيليب بعدها بيقول لويل ان هو معجب بشخصيته وبيعزمه عنده في القصر. ولما بيروح ويل القصر بيبدا ان هو يقرب من سيلفيا وهي بتحاول ان هو تتعرف عليه، وبتاخده علشان يرقصه وبتبتدي تتكلم معاه على انها نفسها تهرب من القصر بتاع ابوها ده وتعيش حياتها بحريه. وبتعرفه ان ابوها كان وعدها بده ولكنه ما نفذش وعده. وبعدها ويل بياخد سيلفيا وبيروح عند شاطئ البحر وبيقرروا ان هم يعيشوا لحظه رومانسيه وبينزلوا الميه. وبعد كده سيلفيا بتسمع صوت حد على الشاطئ وبيطلعوا من الميه وبيلبس ويل هدومه وبيرجع القصر. ولكنه هناك بيتفاجئ برايموند وظباط الوقت واللي جايين علشان يحققوا معاه، وعلى طول بيحتجزوه في اوضه من القصر. وبيسالوا رايموند عن سبب الثروه اللي جات له فجاه وازاي بقى في مدينه نيو جرينتش بعد ما كان فقير وقدامه يوم واحد بس ويموت. وبيسالوا كمان عن سبب وجوده عند الجسر اللي مات عندها هنري. وبيتحافظ على طول رايموند على كل الوقت اللي مع ويل. ورايموند بيمشي من المكان ولكن ويل بيساله سؤال بيخليه يقف وبيرجع له تاني. وبيقول له ويل هو انتوا ليه مش بتحققوا في الجرائم اللي في الحي الفقير بنفس الاهتمام بتاع الجرائم اللي في حي الاغنياء؟ وساعتها رايموند بيرد عليه اجابه بتستفزه وعلى طول بيتنرفز. وبيقوم يضرب المساعدين بتاع رايموند وبياخد سيلفيا وبيهربوا من القصر. وبتحصل مطارده كبيره جدا بين البوليس وبين ويل وسيلفيا. وبعد اكشن كتير جدا بيقدر ان هو يهرب من البوليس، ولكن مش بيكون فاضل له غير دقايق لان وقته بيكون اتحجز عليه. وبيطلب من سيلفيا ان هي تسلفه اي وقت ولكنها بترفض. وبعد كده بيعمل ويل حادثه بالعربيه، ولما العربيه بتتقلب بيكون فورتس وعصابته موجودين قريب من المكان وبيستغلوا الحادثه وبيروحوا ياخدوا كل الوقت بتاع سيلفيا، ومش بيسيبوا لسيلفيا غير 10 دقايق بس. وبتكون سيلفيا فقدت الوعي بعد الحادثه، ولما بتفوق بتكتشف السرقه اللي حصلت وساعتها بيديها ويل دقايق من معاها وبيطلع اجدع منها. وبيقرروا ان هم يروحوا يبيعوا الحلقه بتاعها علشان يجيبوا اي وقت، وتاجر المجوهرات بيستغلهم وبياخد الحلقه مقابل يومين بس. وبنلاحظ ان سيلفيا بقت مطمنه اكتر لويل وخصوصا بعد ما اداها دقايق وهو مش معاه وقت كتير. وبنشوف ويل وهو بيديها المسدس بتاعه وبتطلب سيلفيا من ويل انه يوديها اي مكان فيه تليفون علشان تتصل بابوها. وفعلا ويل بيوديها وبتتكلم مع ابوها، ولكن وهي بتتكلم بتلاحظ ان ضابط رايموند وصل المكان وبيكون منشن بالمسدس على ويل. وساعتها سيلفيا بتخرج المسدس اللي معاها وبتضرب الضابط رايموند طلقه في كتفه، ولكن ويل بيروح علشان يساعده وبيديله دقايق من وقته علشان ينقذ حياته. وبيهرب بعدها مع سيلفيا في عربيه الضابط. وبنشوف بعد كده فيليب وبيتكلم مع الشركاء بتوعه وبيقول لهم ان هو هيقدر يعدي الازمه دي. وفجاه بيدخل الضابط رايموند وبيتكلم رايموند مع فيليب وبيقول ان انت بنتك اتحولت من مخطوفه وهاربه لمجرمه بعد اطلاق النار عليا وانا مضطر ان انا اقبض عليها. وبنلاحظ ان فيليب بيحاول يدي رشوه لرايموند ولكن رايموند بيتجاهل الموضوع. وبيقول بيتكلم مع سيلفيا وبيقول لها ان انت تقدري ترجعي لبيت ابوكي وما تورطيش نفسك معايا، ولكنها بتقول له ان هي حابه حياتها معاه وعاوزه تكمل معاه في اللي هو بيعمله ومقتنعه بيه وانها مش عاوزه ترجع للسجن بتاع ابوها مره تانيه. وبتتحد سيلفيا مع ويل علشان يقدروا ان هم يوزعوا ثروات الوقت بالتساوي. وبيبدا ويل ان هو يعلمها ضرب النار والنشان، وبيقدروا ان هم ينفذوا هجمات على كل البنوك بتاعت ابوها وبيسرقوا منهم اجهزه تخزين الوقت وبيبداوا ان هم يوزعوها على الفقراء. وفورتس وعصابته بيكون لسه بيمارسوا اجرامهم وبيقتلوا الناس وبياخدوا منهم وقتهم، لكنهم في يوم بيلاحظوا يافطه موجوده عليها صوره سيلفيا وويل وبيكون مكتوب جنبهم مكافاه 10 سنين اللي هيقدر انه يسلمهم للشرطه. وفي يوم بيكون ويل وسيلفيا موجودين في الفندق وبيبص ويل من الشباك وبيلاحظ ان رايموند وظباطه بيكونوا محاصرين الفندق، ولكن بيقدر ويل ان هو ينط من الشباك
وعلى طول بياخد سيلفا معاه، وبتحصل مطاردة بينه وبين الشرطة واكشن كتير، ولكنه بيقدر في النهاية انه يهرب. وبنشوف فورتس عمال يدور على خيط يوصله لويل وسيلفيا علشان يقدر ان هو ياخد المكافأة اللي الشرطة عرضاها، وبيثبت مجموعة من الناس وبيهددهم ان هو ياخد منهم حياتهم لو ما قالوش معلومات عن سيلفيا وويل. واحد من الناس دي بيخاف وبيقول له ان هو عنده معلومات لانه شافهم في فندق، وبيروح فورتس وبيكسر باب الأوضة اللي في الفندق واللي بيكون سيلفيا وويل موجودين فيه، وبيقول لويل ان انت لازم تلعبنا على حياتك وحياة حبيبتك. وبيوافق ويل وبيفضل محسس فورتس ان هو الاقوى، ولكنه فجأة بيقدر ان هو يطلع مسدس من الجزمة بتاعته وعلى طول بيقتل فورست ورجالته. وبيتكلم ويل مع سيلفيا وبيفهمها ان طول ما الاغنياء في مصلحتهم ان الفار يموتوا مش هيبقى في توازن، وان الحل الوحيد ان هم يلاقوا خزنة موجود فيها 100 مليون سنة علشان نقدر ان احنا نرجع التوازن تاني بين الاغنياء والفقراء. وساعتها سيلفيا بتقول ان هي عندها خطة وهتعرف توصل لخزنة بيكون موجود فيها 100 مليون سنة. وتاني يوم بتروح سيلفيا للشركة بتاعت ابوها وبتشتت انتباه الحارس، وبيظهر ويل فجأة وبياخد مسدس وبيهدد الحارس انه هيقتل فيليب، وفيليب بيأمر رجالته انهم يسيبوا اسلحته. وساعتها سيلفيا وويل بياخدوا فيليب عند الدور اللي فيه الخزنة وبيفتحوا خزنة عملاقة وبيكون فيها جهاز تخزين الوقت واللي بيكون فيه مليون سنة. وبياخد سيلفيا وويل الخزنة وعلى طول بيروحوا على الحي بتاع الفقراء، ولكن رايموند والظباط بيبدأوا ان هم يطردوهم. وساعتها ويل بيدي الخزنة دي لبنته صغيرة واللي كانت اداها 5 دقايق في اول الفيلم، وبتروح البنت دي علشان توزع الوقت على الفقراء. وبيقدر رايموند ان هو يوصل لفيليب وسيلفيا وبيقول لهم ان هو كان ساكن اصلا في حي الفقراء، ولما سابه اكتشف ان لازم يفضل في فجوه بين الاغنياء والفقراء، وبيكون رايموند هيقتلهم ولكن وقته بينتهي وبيموت. وبيكتشف ويل وسيلفيا ان هم ما عندهمش اي وقت، وساعتها بيجري ويل للعربيه اللي كان فيها الضابط وبياخد كل الوقت اللي فيها، وبيرجع جاري علشان يدي الوقت لسيلفيا اللي بتكون هتموت. وبتكرر نفس المشهد اللي حصل مع امه، ولكن المره دي بيقدر ويل ان هو ينقذ حياه سيلفيا وبيعيشوا هما الاثنين. وفي النهايه بنشوفهم بيكونوا مقررين العمليه الجايه هتكون ان هم يسرقوا اكبر بنك للوقت في الدوله علشان يوزعوه على اي فقراء محتاجين وقت. وبس كده بتنتهي احداث فيلمنا، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه وعلشان تشوفوا كل فيديوهاتنا اللي بقدمها، واستنونا في افلام كتير جايه. وسلام.